ازيكم يا اساطير. قبل كل حاجه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ثانيا، ده جزءنا الجديد من حكايه لو شو. لو انت ما شفتش الاجزاء اللي فاتت فانت فايتك كتير، ولكن بدون تطويل عليكم اكتر من كده، انت عارف تعمل ايه قبل ما تدخل الفيديو؟ حاجه بسيطه بتدعمني بيها جدا، انزل حط لايك للفيديو لان ده بيساعد اخوك جدا على انتشار الفيديو، وتشترك لو عايز تشوفني تاني. وبينا بقى على جزءنا النهارده. وبنبدأ جزئنا ده وشو بيستلم مهمته الجديدة، وبيعرف إن من ضمن مهمته هو الاتحاد مع منظمة الحكماء النوردية اللي فيها كارول، وبيعتقد ساعتها إن قائد المنظمة السماوية تنجن كلفه بالمهمة دي علشان يستغل العلاقة اللي بينه وبين كارول علشان يتم التحالف بين المنظمة السماوية ومنظمة الحكماء. وفي نفس الوقت صديقه تيان بيتصل بيه هو ونارين، وبيعرفوه إن الفندق اللي اتفقوا عليه اتبنى خلاص، وبيطلبوا منه إنه يجي بسرعة علشان الافتتاح. بعدها شو بينصدم لما بيروح للفندق، وبتدخل عليه المرأة اللي قابلته في المطار اللي هي سيدة دوما علشان تحجز غرفة ليه في الفندق ده. ساعتها بيطلع يجري وبيتصل على قائد المنظمة السماوية تنجن، وبيعرفه ان سيدة دوما موجود في الفندق بتاعه الموجود بقرية ليوجيا. فبيرد عليه تنجن وبيقول له انت بتعتقد انها اكتشفت شخصيتك وانها جاية علشان تتعامل معاك ولا ايه؟ فبيرد عليه شو بيقول له ما اعتقدش انها اكتشفت شخصيتي، والا ما كنتش هفضل على قيد الحياة لعند دلوقتي واكلمك دلوقتي كده. انما انا بعتقد ان جات للفندق ده لانه مبني على ارض مشبعة بالطاقة الروحية، واعتقد انها جايه هنا علشان تستجم وتتدرب مش اكتر. وبيقول له تعالى علشان تقبض عليها. فبيرد عليه تنجن وبيقول له مش هينفع اقبض عليها في قريه لو يونج بقى، في القريه اللي انت فيها دي، لانها قريبه جدا من ليو شيانج، وساعتها هيكون في خسائر كتير جدا لو حصل معركه ما بين ساده المستوى ايه في المكان ده. فبيرد عليه شو بيقول له افهم من كلامك ده انك عايزني ابعدها عن قريه لوجيا. ساعتها تنجن بيقول له ما تعملش حاجه، استعد انت علشان تسافر مع المجموعه اللي طالعه معاك، وانا هبعت العجوز واعضاء كتيره جدا من المنظمه السماويه يعيشوا في الفندق ده علشان يهتموا بيها ويراقبوا تحركاتها خطوه بخطوه. ساعتها شو بينصدم لما بيعرف ان مهمته خارج البلاد المره دي علشان يهرب ويحافظ على حياته من سيد الدمى. بعدها تنجن بيقول لشوجن ان على الرغم من ان سيد الدمى ما عملش اي حاجه لغايه دلوقتي، لاننا مش هنقدر نستبعد انها تعرف الشخصيه الحقيقيه لشو فعلا. فبيرد عليه شوجن وبيقول له فعلا معاك حق، ولكن انا بعتقد انها لسه بتدور على حاجه جوه العاصمه. وقتها تنجن بيقول له قصدك انها بتدور على اطلال جبل لونج مين في لو تشينج؟ فبيرد عليه شوجن وبيقول له اعتقد ان ده شيء واضح جدا. بعدها شو بيتنكر في شخصيته الجديده وبيقابل باقي الفريق. ساعتها بيركبوا القطر بسرعه وبيسافروا في المهمه الجديده بتاعتهم. وقتها بتحصل خناقه ما بين الممارسين اللي بيلعبوا البوكر، لكن قائد الفريق بيتدخل وبيحل المشكله دي. وساعتها شو بيكون فكره مشغول لو كان تنجن بعت حد علشان يراقب سيد الدمى ولا لا، وبيلوم نفسه انه مش قادر يتغلب عليها غير لما يترقى لمستوى اعلى. وساعتها بيعرف ان ناقصه 50,000 نقطه من المشاعر السلبيه علشان يترقى لمستوى اعلى. وقتها كل الركاب اللي موجودين على القطار بيغضبوا جدا بسبب ريحه التوفي النتن اللي طلعوا شو علشان يكسب منهم نقاط سلبيه. ساعتها بيكون سعيد بالنقاط السلبيه اللي عمال يكسبها كده من الاشخاص اللي موجودين على القطار معاه، ولكنه في نفس الوقت بينصدم لما بتيجيله نقاط سلبيه من اخته شياو. بعدها بنروح لشياو وهي بتزور تيان ونارين في الفندق الجديد بتاعهم، وبتقدم ليهم مشروبات فيها مخدر علشان تعرف منهم مكان شو فين. وساعتها بتتضايق جدا لما بتعرف ان شو رايح السويد عند منظمة الحكماء اللي في الشمال اللي فيها كارول. وقتها بتقرر انها تسافر هي كمان وتروح له بنفسها هناك. بعدها السيدة لين المسؤولة عن الفريق بتكلم زميلتها وبتقول لهم ان في منظمتين رئيسيتين هنا في مجال الجليد، منظمة الدببة البيضاء ومنظمة الكرادل، واحنا عايزين نوسع التجارة مع منظمة الدببة البيضاء بالرغم من ضعفها لان عندهم الموارد اللازمة لتطوير المنظمة السماوية. في نفس الوقت شو بيعرف ان المنظمة السماوية ما عندهاش مشكلة انها تدعم المنظمات الصغيرة اللي ما بتشكلش اي تهديد عليها من خلال تبادل التجارة معاها وجمع الموارد اللازمة لتطوير أعضاء المنظمة السماوية، وكمان علشان تحسن مكانتها الدولية بين المنظمات. بعدها واحد من الممارسين اللي اسمه ليو فان بيروح يعمل مشاكل مع شو وبيقول له بعدها مش انت الشخص اللي اكل التوفي النتن امبارح على القطار؟ وبيزعق ليه وبيقول له لازم تراعي المكان اللي انت فيه والا هتقع في مشاكل انت مش قدها، فهمت ولا ايه؟ ساعتها شو بيمسك ايده وبيطبقها بيقول له انت لازم تراعي نفسك وتحاول تحاسب على كلامك معايا. وساعتها لين بتتدخل وتحل المشكلة ما بينهم. وبعدها لين بتدي 10 دولارات لمتسول جاي يطلب منها فلوس، وساعتها بيشكرها جدا بيقول لها شكرا يا جميله. ساعتها شو بيعرفها ان المتسول ضحك عليها واخد فلوسها لان مفيش واحد اعمى ما بيشوفش ويقول لها انت جميله. وقتها بتتضايق جدا من شو، ولكن شو بيقول لها لو كنت مكانه
ما كنتش هقولك انك جميلة حتى لو اديتيني $100، ولكن يمكن افكر اقولها لك لو اديتيني $1000 او اكتر يعني. ساعتها لين بتلزق له $1000 في وشه فعلا. وقتها شو بيفرح جدا وبيفضل يقول لها انت جميله، وكمان بيصورها بالموبايل. وفي نفس الوقت لما ليو فان بيشوف اللي حصل ده بيقول لشو بعدها ايه رايك لو ناديت عليا باسم الوسيم وانا اديلك $1000 كمان؟ فبيرد عليه شو بيقول له ما اقدرش انادي عليك باسم الوسيم الا ما تديني $10000 على الاقل. في نفس الوقت بيجي قائد المجموعه وبيقول لهم ان وصلته اخبار مش كويسه عن منظمه الدببه البيضاء اللي كان من المقرر انهم يتفاوضوا معاهم بانها اتدمرت كلها على ايد منظمه الكرادله، وكمان قتلوا كل افراد المنظمه تقريبا ومش سايبين غير القائد بتاعهم الهارب من المنفى. ساعتها المسؤوله بترد عليه وبتقوله يعني كل البحث اللي عملناه خلال الايام اللي فاتت دي عن المنظمتين كان غلط ولا ايه؟ ساعتها بيرد عليها القائد وبيقول لها ان الرؤساء رتبوا لينا رحله تانية لجنوب افريقيا علشان نروح مزاد ايه او نتابع المفاوضات بشان الصفقه الاوليه للتحكم في مناجم المعادن في جنوب افريقيا. ساعتها الممارسين العاديين كلهم بيعترضوا لان المكان ده خطر جدا، وبيقولوا له بعدها ان الممارسين المتجولين والمرتزقه بيقتلوا بعض هناك طول الوقت ومفيش حاجه هنقابلها هناك غير الموت. فبيرد عليهم القائد وبيقول لهم ان المنظمه هناك سيطرت على جميع المعادن وناويه انها تبيعها، وعلشان كده ارسلوا لجميع المنظمات دعوات تجاريه في جميع انحاء العالم علشان يحضروا المزاد بتاعهم، واكيد هم هيكونوا مسؤولين عن حفظ النظام هناك. ساعتها شو بيتفاجئ من لين لما بتقدر تقنع الممارسين العاديين اللي كانوا رافضين انهم يسافروا للمهمه في جنوب افريقيا لانهم خايفين يموتوا هناك، وبتقول لهم بعدها ان الناس هتموت عاجلا ام اجلا والحياه مش هتدوم لحد فينا، يا اما بقى نعيشها واحنا رافعين راسنا لفوق كده او نموت واحنا ساكتين، لكن بالنسبه ليا مش هقبل بالحياه دي. بعدها شو بينصدم لما بيعرف ان اخته شياو بتتخانق مع واحده من الشمال وبيعتقد انها سافرت للشمال علشان تدور عليه. وبعدها بنروح للشمال والشياو بتوصل عند قائد منظمه الدببه البيضاء اللي هارب من منظمه الكرادله اللي خلصت على كل اعضاء منظمته. ساعتها قائد منظمه الدببه البيضاء بيقلق لما بيسمع صوت خارج من الجليد وبيعتقد ان استخبارات منظمه الكرادله وصلوا لمكانه وجايين علشان يقتلوه. وقتها بينصدم من الشياو اللي معاها انطوني وهم خارجين من الارض، فبيقول لها بعدها انت مين ومين المختل عقليا اللي معاكي ده؟ ساعتها شياو بتساله وبتقول له ازاي اوصل لمقر منظمه الدببه البيضاء، وبيرد عليها وبيقول لها هو انت بتدوري على منظمه الدببه البيضاء ليه وعايزه منهم ايه؟ وفي نفس الوقت بيعتقد انها وريثه لعائله من الممارسين الكبيره في الصين، وبيعتقد كمان ان ممكن ينتفع بقوتها في مواجهه منظمه الكرادله، ولكن بيحبط لانها ممكن ما توافقش. وساعتها بيقرر انه يهاجمها، ولكن بيتفاجئ بانطوني وجاك الحراس اللي مع شياو بيصدوا ضربه الفاس من ايده وبيضربوه وبيطيروه بعيد على الارض. ساعتها قائد منظمه الدببه البيضاء بيعرف ان جاك وانطوني اكيد في المستوى بي لانهم قدروا يصدوا قوه ضربه الفاس بتاعته. وقتها بيسال نفسه يا ترى مين البنت الصغيره دي وليه بيرافقهم حراس من المستوى بي اساسا. بعدها قائد منظمه الدببه البيضاء بيهاجم الشياو وانطوني وجاك الحراس اللي معاها، وبتدور معركه كبيره بينهم وما بين جاك وانطوني لانه بيواجه مصيره في النهايه على ايدهم وبيقتلوه. ساعتها شياو بتاخد ظل قائد منظمه الدببه البيضاء واللي بيساهم في ترقيه انطوني للمستوى بي المتوسط الى المستوى الاعلى منه. بعدها شياو بتغضب جدا لما بتعرف ان اللي قتله ده كان زعيم منظمه الدببه البيضاء وهو كان اخر الاحياء منهم وهي خلصت عليه كمان. وساعتها بتعرف ان شو والفريق اللي معاه سافروا لمكان اخر، وقتها بتقرر انها تسافر لاوروبا علشان تكمل بحث عن اخوها شو. ساعتها شو بيستغرب من ان اخته شياو سافرت الشمال فعلا ومش عارف يوصل ليها من خلال تليفونها. بعدها شو المتنكر في شخصيه لي بيقول لقائد الفريق اللي كان بيدور عليه انه يترجم ليه اسم على موبايله، فبيرد عليه قائد الفريق وبيقول له ان الاسم ده هو ليف قائد منظمه الدببه البيضاء اللي هرب، وفي منظمات كتير جدا بتدور عليه دلوقتي. وقتها شو بينصدم لما بيعتقد ان اخته قتلته لان النقاط السلبيه اللي كانت بتجيله منه وقفت. بعدها شو بيتفاجئ بايفان وهوارد اللي من منظمه العنقاء جايين هم كمان علشان يحضروا المزاد. ساعتها قائد الفريق اللي فيه شو بيقلق جدا لان هو الوحيد اللي في المستوى سي، وقاده المنظمات الاخرى كلهم شخصيات مهمه وفي المستوى بي، وبيعتقد ان قائد المنظمه السماويه قلل من شان المهمه دي. ساعتها شو بيقول للقائد الفريق انا شايف انك قلقان واعتقد انك لازم تكون اكثر ثقه في قائد المنظمه السماويه. وقتها قائد الفريق بيعرف انه لازم ما يظهرش قلقه قدام اعضاء الفريق اللي معاه والا هيتاثروا بيه. وساعتها بيرد عليه وبيقول له ما تقلقش انت، انا وظيفتي قياده الفريق وانا هكمل مهمتي ايا كان اللي هقابله. وساعتها شو بيعرف ان في المنظمه السماويه لسه في اعضاء زي البطل شوي. بعدها بيتحركوا لمكان اقامتهم اللي عدته ليهم منظمه ايه، وبيتفاجئوا انهم خلوا المنظمات كلهم تسكن جنب بعض. وقتها شو بيعتقد انهم عملوا كده علشان
علشان يخلوا المنظمات تصارع فيما بينهم ويخلصوا على بعض. بعدها قائد الفريق بينصدم لما بيشوف شو بيوزع التوفن نتن في كل مكان، وبيقول له ازاي عديت بيه من القطار يا معلم؟ فبيرد عليه وبيقول له انا بس بشوف اذا كان في شخص بيتجسس علينا ولا لا. وفعلا حدس يشوف محله، لان فعلا بيكون في جواسيس بيحاولوا يعرفوا معلومات عن المنظمه السماويه، وبيعتقدوا من ريحه التوفن نتن ده انه سلاح كيميائي مع المنظمه. والله عندكم حق من الريحه دي. المهم بعدها جاسوس منظمه العنقاء اللي كان رايح يراقب اعضاء المنظمه السماويه بيرجع ويقدم تقريره لهوارد، وبيقول له بعدها انهم معاهم سلاح كيماوي ريحته وحشه جدا. فبيرد عليه هوارد وبيقول له انا ما اعتقدش ان ده يكون سلاح كيميائي، ولكن اعتقد ان هي حيله بتستخدمها المنظمه السماويه علشان تطفش بها اي جاسوس يحاول يقرب من مكان اقامتهم. وفي نفس الوقت هوارد وباقي اعضاء منظمه العنقاء بينصدموا لما بيشوفوا شو المتنكر بيدخل عليهم من الشباك وبيرمي التوفن نتن في وش هوارد وبيطلع يجري. ساعتها هوارد بيغضب جدا وبيأمر كل الاشخاص اللي معاه يجروا ويشوفوا اثر الشخص ده ويجيبوا ليه كل المعلومات عنه. وبعدها شو بيروح يرمي التوفن نتن على باقي اماكن اقامه المنظمات الاخرى علشان يحصل منهم على النقاط السلبيه. بعدها وارد تاني يوم بيسالهم وبيقول لهم قدرتوا تعرفوا الشخص اللي دخل امبارح ده ورمى علينا الاشياء اللي ريحتها وحشه دي؟ فبيردوا عليه وبيقولوا له لا للاسف ما عرفناش حقيقه شخصيته، ولكن قدرنا نعرف الحاجه اللي رماها ما طلعتش سلاح كيميائي ولا حاجه، وانما طلع نوع من الاكل الصيني اللي اسمه توفن نتن. فبيرد هوارد عليه وبيقول له ان الشخص اللي هجمهم امبارح ده هو قوقازي ولكنه استخدم طعام صيني، وبيعتقد انه ممكن عاوز يلبس تهمه للمنظمه السماويه، وعشان كده بيرمي عليهم توفن نتن اللي مشهور في الصين. بعدها بنروح لقياده المنظمه السماويه وشوجن بيفضل يضحك من اللي شو بيعمله في المنظمات التانيه وانهم بيعتقدوا ان التوفن نتن سلاح كيميائي. وساعتها شوجن بيقول لتنجن هو انت فعلا هتشتري حقوق التنقيب عن المعادن اللي هتبيعها منظمه ايه؟ وبيقول له انت مش قلقان ان شو موجود هناك كمان معاهم ولا ايه؟ فبيرد عليه تنجن وبيقول له انا لما سمعت عن مزاد منظمه ايه بعت شو هناك على طول، لان كان المهم عندي ان ابعده عن البلاد دلوقتي باسرع وقت ممكن، وكده كده في فريق اكتر احترافيه في طريقه بالفعل للمزاد، ومش مهم عندي اذا كان شو هيلعب مع المنظمات الاخرى لغايه ما يوصل الفريق ولا لا. فبيرد عليه شوجن وبيقول له مفيش مشكله، لكن اتمنى ان شو ما يسببش مشاكل كبيره تخسرنا الصفقه دي. بعدها بنرجع لجنوب افريقيا وشو شايف ان اعضاء منظمه العقيده وصلوا لمكان المزاد هما كمان، وساعتها شو بيفتكر من تقارير الاستخبارات ان منظمه العقيده هي الاكبر في اوروبا دلوقتي، وكمان هي الخصم الوحيد للمنظمه السماويه، وكمان دي هي المره الاولى اللي شو يشوف فيها اعضاء من منظمه العقيده. وبعدها شخص من منظمه العقيده لما بيشوف شو واقف وبيبص عليهم فبيعتقد ان المنظمه السماويه بعتها علشان يتجسس عليهم، وبيقول ان حال المنظمه السماويه وبقى في النازل دلوقتي لانه بيستقل بشو. ساعتها شو بيكون سعيد جدا لما منظمة العنقاء بيقابلوا منظمة العقيدة، وهو عارف ان العلاقة ما بين المنظمتين دول مش كويسة، فمستني يتفرج عليهم ويشوف هيحصل ايه ما بينهم. وقتها واحد من منظمة العقيدة بيستفز اعضاء منظمة العنقاء وبيقول لهم بعدها انا سمعت انكم اتبهدلتوا بسبب طعام صيني افتكرتوه سلاح كيميائي ليله امبارح. فبيرد عليه ورد من منظمه العقاء وبيقول له وانا كمان سمعت ان قادتكم اترعبوا في معركه الاطلال امريكا الجنوبيه لما واجهوا سيد الدمى، انما قادتنا المشهورين بشجاعتهم وقفوا ببساله في وشه. فبيرد عليه واحد من منظمه العقيده وبيقول له احنا ما يهمناش سيد الدمى ده، مجرد لعبة بيحركها اللي اقوى منه، وهو ده اللي احنا بنسعى وبنحاول نعرفه علشان نخلص عليه. فبيرد عليه ورد وبيقول له انا متاكد لو ظهر الشخص اللي بيحرك سيد الدمى ساعتها هتجروا تستخبوا ورا امهاتكم وانتوا بتعيطوا. وقتها بيرد عليه اللي من منظمه العقيده وبيقول له هيجي الوقت اللي تعرفوا فيه عظمه منظمه العقيده، ولكن خليكم فاكرين انكم اترعبتم بسبب وجبه طعام وهو ده قدركم يا منظمه العنقاء. بعدها اعضاء منظمه العقيده اول ما بيدخلوا للسكن بتاعهم بيشموا ريحه نتنه هم كمان. ساعتها القائد بتاعهم بيخرج سيفه وبيحذر باقي الفريق ان فيه هجوم عليهم وانهم يحبسوا نفسهم علشان ما يتاثروش بريحه السم ده. وقتها ورد وباقي فريقه من منظمه العنقاء بيموتوا من الضحك عليهم لان اللي اترعبوا منه ده هو نفس التوفن نتن اللي اترمى عليهم، وطبعا شو هو اللي حطه ليهم في السكن قبل ما يدخلوا. بعدها ورد بيؤمر فريقه انهم يجيبوا له الشخص القوقازي صاحب التوفن نتن في اسرع وقت ممكن علشان ما يخربش خطتهم في السيطره على منظمه الايه. بعدها شو بياكل فاكهه علشان يفتح السديم الثالث واللي المفروض انه يفتح سيف الحزن في المره دي، وساعتها شو بيكسر بعض الاسلحه اللي معاه علشان يخلي نفسه يحزن شويه، ولكن السديم الثالث ما بيتحركش خالص. ساعتها لين بيقطعه وبيخبط عليه في غرفته علشان ينزل لان المفاوضات الاوليه مع منظمه الايه
هتبتدي دلوقتي. بعدها أعضاء فريق المنظمة السماوية من الممارسين العاديين بيتضايقوا جدا لأن منظمة الإيه بيقابلوهم في مكان بعيد عن مكان السكن علشان يبدأوا معاهم المفاوضات. ساعتها شو بيعرفهم إن السبب اللي خلى منظمة الإيه تعمل اجتماعاتها بعيد عن الفيلات هو خوفهم من تدميرها، لأن المنظمة الكبيرة الأيام دي ملهاش أمان. وفي نفس الوقت ده شو بيفكر إنه يشتري فاكهة بالنقاط علشان تساعده على تشكيل جبل التلج تاني، وساعتها هيقدر ياخد تقنية سيف تانية غير اللي معاه. بعدها شو بيغير شخصيته مرة تانية وبيروح يهاجم مقر منظمة الإيه، لأن المقر الرئيسي بتاعهم بقى فاضي من الأشخاص اللي في المستوى بي، وده هيدي ليه الفرصة إنه يعمل اللي هو عايزه. بعدها قائد الفريق في المنظمة السماوية بيغضب جدا لما بيكتشف غياب شو المتنكر في شخصية لي تينج بعد وصول جميع أعضاء المنظمات الكبرى للمؤتمر. وفي نفس الوقت كل المنظمات الموجودة في الاجتماع بينصدموا لما بيعرفوا إن المقر الرئيسي لمنظمة الإي أو اتهاجم من شخصية كوكازية. وقتها وارد بيشك في الشخص الكوكازي اللي رمى عليهم الطوفي نتن يكون هو نفس الشخص اللي هاجم مقر منظمة الإي أو، وبعدها بيقول له ازاي يقدر شخص واحد انه يهاجم مقر المنظمة وفي 2 على الأقل في المستوى بي يقدروا يخلصوا عليه. وساعتها بيقول له هو فين القائد بنت، ووقتها بيعرفوا ان القائد بنت ده ومعاه كمان سيد آخر في المستوى بي كانوا في طريقهم من المفاوضات وقت حدوث الهجوم عليهم، وأكيد إن الخبر وصلهم ورجعوا دلوقتي لمقر المنظمة. وساعتها بيعرفوا إن القائد بنت بيعلق المفاوضات مؤقتا لغاية ما يلاقوا الشخص اللي هاجم مقر منظمة الإي أو. بعدها أعضاء المنظمة السماوية بينصدموا لما بيرجعوا للسكن وبيلاقوا شو نايم جوه الفيلا. ساعتها القائد بيغضب جدا وبيصحيه وبيعرفوا إنهم هنا في مهمة، مش جاي يتلكع، مش جايين علشان يهربوا من المفاوضات ويجوا علشان يناموا لوحدهم في الفيلا. بعدها شو بيخرج وبيشتري حاجات من السوق، وساعتها بيحاول انه يسرق البضاعة من شخص نايم. وقتها بيتفاجئ ان في منبه على شكل مكرونة مقلية بينبه الشخص ده. ساعتها بيوقف شو وبيقول له اقف عندك، انت اخدت البضاعة وما دفعتش فلوسها. وقتها شو بيقول له طيب هي كام تمنها طيب؟ فبيرد عليه وبيقول له بسبب صعوبة التجارة دلوقتي والحرب المشتعلة في المكان فانا هبيعها لك بدولار واحد بس. ساعتها شو بيرفع عليه الرمح وبيقول له هدي لك فرصة تانية تفكر تبيعها لي بكام. وقتها شو بيتفاجئ لما الشخص ده بيعرفه بشخصيته وبيقول له ان اسمه تشاو ورئيس مخابرات منطقة جنوب افريقيا، وان قائد المنظمة السماوية بعته هنا علشان يكون جاسوس ليهم في المكان ويقدم المساعدة لافراد المنظمة السماوية. ساعتها شو بينصدم وبيحزن جدا لما بيسألوا عن المنبه اللي عرفه في البداية لما ما دفعش الفلوس واخد البضاعة ومشي. فبيرد عليه تشاو وبيعرفوا ان كان هدية من صديقه شوي اللي كان بيحب المكرونة المقلية وكان مجتهد جدا معاه في التدريبات العسكرية وكان نفسه يرجع للبيت علشان ياكل المكرونة. وقتها شو ما بيكونش متوقع انه يقابل صديق البطل شوي وبيلوم نفسه انه ما كانش قوي كفاية علشان يحميه، ولكن بياخد العادة على نفسه انه يحمي صاحبه المرة دي. بعدها شو بيعرف ان لو في منظمة اخدت المنجم الموجود في المنظمات التانية مش هتسيبهم في حالها، وساعتها لو حصلت معركة حقيقية ما بينهم هيكون صعب عليه انه يحافظ على حياة اعضاء فريقه قبل ما تيجي التعزيزات. وقتها شو ما بيلاقيش حل قدامه غير انه يتنكر في شخصية القائد بنت ويوعد كل منظمة بالحصول على المنجم علشان يأخر تصرفاتهم شوية لغاية ما تيجي التعزيزات من المنظمة السماوية لهنا. ساعتها أول منظمة بيفكر فيها طبعا هي منظمة العنقاء علشان شو بيحب يستفز هوارد من ساعة ما كان معاه في الأطلال. وقتها شو بيقابل هوارد وبيسأله بعدها ايه اللي تقدر منظمة العنقاء تضيفه لمنظمته لو حصلت على المنجم. فبيرد عليه هوارد ان سمع ان ابنه ما يقص قوته لغاية دلوقتي، ولكن من حسن الحظ ان منظمتنا عندها فاكهة بتمكن اي حد انه ينقذ عنصر الارض. ساعتها بيرد عليه وبيقول له طيب انت مستني ايه، هاتها دلوقتي. فبيرد عليه هوارد وبيقول له ما تستعجلش، احنا لسه ما خلصناش الصفقة ما بيننا لغاية دلوقتي. وفي نفس الوقت هوارد بيقول له لما انت عاوز تتعاون مع منظمة العنقاء ليه دعيت باقي المنظمات لحضور المفاوضات هنا؟ فبيرد عليه شو المتنكر في شخصية بنت وبيقول له بالرغم من النفوذ الواسع على منظمة الاي او الا ان لسه عليها قيود مخلياها ضعيفة مقارنة بباقي المنظمات، وعلشان كده فكرنا اننا نختار منظمة ونندمج معاها علشان نكون اقوى. بعدها وارد بينصدم لما بيسأل القائد بنت، على فكرة هو مش بنت، هو اسمه بنت. ساعتها وارد بيغضب جدا وبيقوم وبيقول له انت يئست من حياتك ولا ايه؟ ازاي تتجرأ وتتكلم معاه بالطريقه دي يا معفن؟ وقتها شو بيزرع الشك في عقل هوارد لما بيقول له ان منظمة العنقاء قوية فعلا لكنها مش قوية كفاية. وساعتها هوارد بيشك ان بنت دي اتفق مع منظمة من المنظمات الكبرى الموجودة هنا وجه هنا الليلة ده علشان يستفزه بس مش اكتر. وساعتها بيفكر هو اتفق مع انهي منظمة من دول، هي منظمة العقيدة اللي عندهم افراد في المستوى ايه ولا المنظمة السماوية، ولكن ما بيكونش تحت ايده دليل يقدر يعرف بيه حقيقة الموضوع ده. بعدها هوارد بيقول له تقدر تمشي انت لو عاوز دلوقتي. ولهنا نكون وصلنا لنهاية جزئنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك
تشترك في القناة لو انت مش مشترك، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واشوفكم في الاجزاء الجاية and peace.